احنا في 2026 حرب بقالها 5 سنين، الناس مش مركزة. أصبحت تهم أصحاب الشركات أكتر من الشركات نفسها. ده بسبب ان البريكس ابتدى ينفثايز. هي عاملة زي تأثير الفراشة اللي صراع في الشرق الأوسط في منطقتنا في غزة. الوفرة دي هتشكل بيئة العمل، تبدأ تشكل العالم. لو انا زرعت كل القمح محليا ما بقتش استورده، امان غذائي ولا انتحار اقتصادي؟ يعني أمريكا بتسيطر على العالم بالدولار، بتستخدم الدولار أو الدولارة كسلاح. التاريخ وخاصة الاقتصاد بيعيد نفسه في الغلطات. حتى الجيش المصري بدأ يستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات تحديد بنك الأهداف. كندا تقول لك لا أنا ماليش دعوة، أنا هروح أعمل ديل. انا بالنسبة لي احسن لي ان انا استورد قمح، استخدامه كعقاب وحرمان روسيا منه هو كان بداية الإنذار ده. بس ازاي انا احول التحديات دي لفرص؟ مش عارف. الحكومة النهاردة عشان تشجع أي مصنع إن هو يوطن، ما ينفعش أجي أقول له من بكرة الصبح بقول لك إيه أنا عايز دي مكوناتها 100%، في المصنع ويمشي. أصبح لا يخفى على العالم إنها هي سوبر باور، خلاص داخلة في مرحلة الأفول. بستورد المدخلات اصلا بتاعتي كلها من بره، فبستهلك عملة عشان في الاخر يبقى عندي حاجة لوكالايزد. أمريكا أصبح فيها الويلفير أو زي أنا بسميها لعنة الرفاهية. شايف ان بعض اصحاب الاعمال بيوطنوا الصناعة بشكل خاطئ. تقصد إيه بشكل خاطئ؟ إزاي ترفع الفاليو بشكل كبير جدا في اللي أنت بتقدمه. ان انا مش كل لما انا هنتج واصدر ابقى انا بكسب كدولة. الاي اي هو صانع المحتوى وهو المتلقي وهو المراجع. اصبح في منافسه مش بين البشر والبشر، بقت في منافسه بين البشر والاله. بقى كل حاجة افيلبل حوالينا. النهارده بدا السلام العالمي ده يتهدد. ايه اكتر حاجه هتعمل لك قيمه؟